عندك شوف، حاسدك تقتله بالنجاحات. الحاسد تاعك اللي يحسد فيك اقتله بالنجاحات، زيد له نجاح بور نجاح حتى يعيا يولي يلهث وحده يعاود يولي. ولذلك يقولوا باختصار، يعني باش نروح لموضوع اخر، يقول الشاعر: اصبر على كيد الحسود فانك قاتله، لان فان النار تاكل فان النار تاكل بعضها، فان الحاسد ياكل بعضه ان لم يجد ما ياكله. اذا النار كي تاكل واش دير؟ اذا ما لقيت واش تاكل الحطب وكذا تاكل بعضها وتموت وحدها. هكذا الحسود هكذا دير له، خليه يصبر عليه فانه يموت، وتغذيه كي تبدا ترد عليه وكذا تبدا تغذيه فيه، وكانك تمد له في الحطب يزيد يطلع، وتبعث له فلان قول له لا يزيد يطلع. خليك ومشي في طريق الله تبارك وتعالى. وإياك أن تحسد إنسان على نعمة أعطاها الله عز وجل له. والله غير من أعظم الخسارة في حياتك وفي أخلاقك إنما هو الحسد. دير في بالك باللي ما تغتابش حتى تحسد. كي تحسد إنسان تبدأ تغتاب فيه، وما تطيحش قدر الناس حتى تحسدهم، وما توشيش بالناس حتى تحسدهم، وما تديرش النميمة حتى تحسد. لأن النمام هو إنسان يحسد في علاقة جميلة بين اثنين. يشوف زوج ما شاء الله ولا جماعة ما شاء الله يدخل يفتتها ويفتكها. لماذا؟ لأنه يحسد هذاك المنظر هذاك. يقول العلماء: قلب الحاسد قلب إبليس. الحاسد قلبه قلب إبليس، نسأل الله السلامة والعافية. كاين غيرة تقعد عند حدها البشرية في المرأة، عند حدها. انت يا عجوزة وليدك تزوج، انت جاتك الغيره، شغل تفكرت ايامات كنت صغيره وكذا وعروسه جديده وكذا ووليدك ويديها تعشها، جاتك غيره شويه. هذيك الغيره خليها في الحدود نتاعها، غير تتجاوزي حدود الله تولي حساده. وهكذا الاحوال. وعلى هذه المساله قيس نتايا، قيس على هذا الامر هذا. اذا لا تحسدوا ولا تباغضوا. البغض اخواني الكرام علاش حرام علينا؟ علاه؟ لان البغض هو ابتداء، هو السبب كل الشر راح تشوفه مني. كي نبغضك واش معناتها؟ نكشر وجهي في وجهك، ما نقول لك السلام عليكم، ماذا بيا نكون تخلط فيا نسبك، بالك نضربك، بالك نتكلم فيك، وماذا بيا حاجه ما تجيك. البغض داخل فيه الحسد يدخل في البغض كذلك. ولهذا التسلسل النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يذكر لنا خلق داخل في الخلق الذي بعده. انت كي تبغض الناس راح تحسد. ولهذا الحسد سبب البغض والبغض سبب الحسد. هذا مهم لازم تفهمها. فهم متلازمان. ومنهم يجي الشر. هذاك الشر تلقى واحد يهضر فيك هذا ماهوش حاب لك الخير. احيانا انسان ما درت له والو، نتايا ما درت له والو ما درت له، يبغضك علاه؟ حاسدك، ماهوش حابك. والحسد هذا يجي من عدم الإخلاص. دوك الآن واحد أو يدير في الخير، على تحسدوا؟ انت ماذا بيك واحد يدير الخير للناس ولا لا؟ على تحسد واحد يدير في الخير؟ انسان عالم يطيح عالم، تقدرش هذه ما تجيش في الراس. عالم او يدير في الخير، كيفاش عالم واحد اخر يتكلم فيه يقول له ما تزيدوش تحضروا له ما تسمعولوش كذا ينحي من الدنيا كاع؟ كيف ما تجيش؟ هذا عالم راهو على طريق تاع ربي سبحانه وتعالى، ماهوش انسان فاسد. عالم ويدعي الناس الى الخير. اذا الان كاين اشياء في النفس تاع الانسان تخلي الانسان هذاك يبغض الانسان الاخر. دوك انت تاجر عطاك ربي راس مال 120 مليار، مصانع والدنيا خير كبير عظيم، ومن بعد واحد اخر ويخدم كيما انت نفس المنتوج، هو ماركه وانت ماركه، هو ملايير وانت ملايير، انت راك تبيع هو يبيع، علاك حاب تطيحه؟ علاه تحب؟ حسد والبغض هذاك اللي انتشر فينا، هذا ينافي الإيمان أبدا، لأنه من أوثق عرى الإيمان الحب في الله. قال لنا النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل الاشتراط: لا تدخلوا الجنة حتى تحابوا. مستحيل ندخلوا الجنة واحد فينا يحمل حاجة على الآخر.